الله عليه وسلم مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين مع سيدتنا أميمة أصباطه صلى الله عليه وآله وسلم، يطول سجوده ويطول 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 حتى يخاف الصحابة رضي الله عنهم أن يكون قد قبض. انظروا حتى الموت ارتبط عندهم بالجمال. وجه ارتباطه بالجمال هنا هو المحبة والخوف على من فوق والإشفاق من فراق المحبوب. فلما طالت سجوده رفع رأسه من السجود وانتهى من الصلاة قالوا يا رسول الله أطلت حتى خشينا أن تكون قد قبضت. قال لا، ولكن ابني هذا ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن أقطع عليه ارتحاله حتى فروغ. ما هذا الجمال حتى وأنت في السجود في حضرة المعبود، حتى وأنت في أقدس لحظات القرب من الله عز وجل، لكن معنى الرحمة والحنانة لم ينتزع من قلبك. كان بعض المشايخ يقول تأملوا، لا يتأتى لطفل صغير صبي أن يأتي في مكان فيه الناس بعدد كبير يصلون ويتخطى الصفوف ليصل إلى جده ويصعد على ظهره وهو ساجد، إلا إن كان قد تعود على ذلك في الحجرة. أن يبتدأ شيئا جديدا وعلى الملأ هذا لا يجسر عليه الصبي الصغير، لكن لكونه قد اعتاد على ذلك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يلاعبه ويركبه على ظهره ويحبو به في حجرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، ألف ذلك فتجرأ أن يفعله وهو في الصلاة.